بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد نبينا وحبيبنا ورسولنا، عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله بجد كتير. ومعلش ان انا معرفش انزل الكام يوم اللي فاتوا دولت فيديو. انتوا عارفين ظروفي. انتوا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وكويسين يعني ومرتاحين ومفيش حد عنده مشاكل يا رب، وكل الناس تكون مشاكلها محلولة بإذن الله. تعالوا النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة حلوة قوي. هنعمل دجاج كريسبي، دجاج كنتاكي. هنعمل ان شاء الله فراخ كنتاكي النهاردة بطريقة حلوة وبهارات ومكونات ان شاء الله سهلة وبسيطة. وهنعمل ان شاء الله معاه مكرونة. هنعمل مكرونة بالصلصة بإذن الله على طريقتي انا، طريقة عادية يعني زيها زي اي ام مصرية بتعمل مكرونة. بس ايه، انا بحب استخدم الثوم زي ما انتوا شايفين بدل ما استخدم بصل. تعالوا يلا نشوف النهاردة هنعمل ايه. ان شاء الله انا بحب ايه قبل ما اعمل الكنتاكي، ما بحبش ان انا اتبله واسيبه مرة واحدة في الزيت واعمله بالفيجيتار والكلام ده والخلطة بتاعته واحطها في الزيت على طول. بحب اشوحه الاول على البخار، اشوحه على البخار شوية ياخد مثلا نص سلقة كده على البخار. وبعد كده لما احطه عشان يبقى مستوي من جوه ومن بره، وكمان حتى يكون العظم من جوه مش اسود ولا شكله وحش ولا كده. تعالوا يلا بينا ان شاء الله نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا اهوت الفراخ بتاعتنا. معانا 6 حتت فراخ ان شاء الله متقطعين. طبعا انت عايزه تقطعي اقل من كده، عايزه تقطعي اكتر من كده، اكبر من كده، تمام ماشي. معانا البصل. انا بستعمل البصل ده عشان ايه؟ هعمله مع الفراخ واحطه على النار على البخار كده يطيب شويه مع بعضه. وطبعا انا التوم ده محضراه للفراخ والمكرونه مع بعض، ودي بهاراتنا بتاعه الفراخ. تعالوا يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي، تعالوا نجيب الحلة بتاعتنا. يلا هنحط فيها البصل. تعالوا نحط البصل. يلا احنا هنتبل البصل في الحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. البهارات بتاعتنا هيت فلفل اسود 7 بهارات، كوبيبة صيني، لورا، وحبهان. تمام. انا مش هحط البهارات ديت الا لما احطها على النار. انا دلوقتي هتبل بس البصل بالفلفل الاسود بس فقط لا غير. بسم الله. ندعكه بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده. كده احنا دعكنا كويس، خلطنا كويس البصل في الفلفل الاسود عشان يطلع ريحته حلوة لما يتمزج مع بعضه. وهو على النار بيطلع ريحة حلوة. تعالوا يلا هنحط شوية تحت والباقي هنحطه فوق على الفراخ. تمام. تعالوا يلا نحط الفراخ. بس ثبتي على حاجة. احنا حطينا الفراخ اهوت يا حبايبي. تعالوا يلا نحط بقية البصل. معلش الفلاش بتاع التليفون فصل لوحده. كان جايلي مكالمة وفصل لوحده. تمام. احنا حطينا بقية البصل اهوت. حطينا بقية البصل طبعا، وهنحط شوية من الثوم زي ما احنا قلنا، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. تعالوا بقى نحط بقية البهارات.
تمام. يلا بينا نحطها ايه على النار. طبعا في الوقت ده وهي على النار هنحط معاها معلقه سمنه او معلقه زبده. ما تنسيش برضو اهم حاجه التاتش ده، حطي معلقه سمنه او معلقه زبده عشان خاطر تدي طعم وتدي تاتش حلو قوي للفراخ. لما تيجي بقى تاكليها هتحس بطعم الزبده او الفراخ اللي بتاكليه. يلا بينا نحطها على النار. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف. هنشوف دلوقتي الفراخ احنا حطيناها اهوت على النار. هنسيبها بقى على نار هاديه خالص. سيبيها بقى مع نفسها على نار هاديه لما البخار هو اللي هيسويها. سيبيها براحتها خالص على البخار، على تسويه البخار ان شاء الله، وهوريها لك بعد ما تخلص هتبقى. تعالوا يا حبايبي يلا احنا دلوقتي هنعمل المكرونه. طبعا الفراخ على النار زي ما انتم شايفين. الفراخ اهي كده يا جماعه، هي كده هي. احنا دلوقتي يا جماعة هنعمل مكرونة، وزي ما انتوا شفتوا ان الفراخ بتستوي على البخار. انا سايباها تستوي على البخار خالص على نار هادية، البخار بتاعها هو اللي يسويها. تعالوا يلا عشان نعمل المكرونة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حطينا الزبدة هيت. تمام. هنسيبها تسيح تقدح خالص، وبعد كده هنحط الثوم. دي عشان الصلصة بتاعة المكرونة يا حبايبي. دلوقتي هنحط يلا مع بعض الثوم. يلا بينا نحط مع بعض الصلصة. بسم الله. احنا طبعا حطينا الصلصة يا جماعة زي ما انتوا شفتوا. تعالوا بقى نحط البهارات بتاعتها. البهارات بتاعتنا هنا 7 بهارات: فلفل اسود مكعب، مرقة دجاج. هنحط الملح بتاعنا. نسيبها بقى مع بعضها كده تتسبك بقى على النار. ولما تتسبك ان شاء الله هاجي دلوقتي معاكم ونحط المكرونه. زي ما انتوا شفتوا احنا قدحنا السمنه وحطينا فيها الثوم. انا بحب اعمل المكرونه بالثوم، بتدي طعم حلو قوي. يا بحطها في وسط الصلصه ادقها واحطها، يا بفرم الثوم، يا اما بحط الثوم زي ما انتوا شفتوه صحيح ما بفرمهوش. فبحطه قبل ما احط الصلصه والكلام ده. بصراحه يا جماعه بتدي طعم حلو جدا، جربوها هي حلوة جدا. يلا بينا احنا هنستناها بقى لحد ما تتسبك الصلصة، ونيجي كمان شوية مع بعض ونحط المكرونة. تعالوا يا حبايبي يلا في الوقت اللي المكرونة فيه هتتعمل. تعالوا يلا نعمل مع بعض الفراخ بتاعتنا اتسلقت زي ما احنا شايفين اهوت. هي كده اتسلقت الفراخ بتاعتنا. فان شاء الله ده يا جماعه الاصفر ده كركم. اتكبي مني غصب عني وانا بفتح الملاحه. تعالوا يلا نعمل. ده الدقيق بتاعنا، ده دقيق، وده نشا، معلقه نشا كبيره، وده الكركم. هحط شويه كركم معاه عشان يدي لون اصفر. زي ما انتوا شايفين
دلوقتي احنا ان شاء الله هنعمل الفراخ. ده الدقيق هنحط عليه شوية كركم، بس حاجة بسيطة خالص. تمام. وهنحط معلقة النشا اللي انتوا شايفينها دي. معلقة النشا ديت هنحطها عليه عشان خاطر هو اللي بيدي قرمشة للفراخ. تمام. تعالوا بقى نقلبهم مع بعض. قلبي كويس خالص عشان خاطر قلبي كويس عشان خاطر الدقيق مع النشا يمسكوا في بعض، يعني يبقوا ممتزجين في بعض. يلا بينا. تعالوا بقى يلا نعمل نحط الفراخ. احنا هنحط الاول الفراخ في الدقيق، ونرجع نحطها في مية، ونرجع نطلعها نحطها تاني في الدقيق، وخلاص على كده المرحلة دي. يلا بينا. تعالوا بينا يلا يا حبايبي نعمل الفراخ. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا قلنا هنحط الفراخ الاول هنا في الدقيق زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة تخلي الدقيق يمسك كويس في الفراخ عشان خاطر ما تيجي تقليها يبقى مديك الطعم الحلو المقرمش. تمام. زي ما احنا قلنا يا حبايبي، خلي الفراخ الدقيق يمسك فيها كويس عشان خاطر يديك طبقة الغلاف اللي بره تبقى مقرمشة كويس جدا. ما تنسيش حاجة زي كده، اهم حاجة. دلوقتي هنحطها في المية. هنرجع نحطها تاني في الدقيق. اضغطي عليها كويس عشان الدقيق يمسك في الطبقة ديت كويس قوي، لان دي اهم حاجة، اهم خطوة هي الخطوة دي. هنحطها هنا. تعالوا نعمل واحدة كمان. يلا معلش بقى، انتي طبعا بعد ما هتخلصي ده غصب عنك، انتي كده كده اصلا الدنيا حواليكي بتتوسخ من الدقيق. الدقيق بيبقى متنطور في كل حتة. طبعا انتي بعد ما تخلصي هتمسحيه. تعالوا يلا بينا نعمل واحدة كمان. حطها في المية تاني زي ما احنا شفنا قبل كده. خلي بس المية هي تنزل في المية كويس. نرجع نحطها تاني في الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده انتي هتخلصيهم. احنا هنخلص خالص معاكم، هخلصهم خالص معاكم، وبعد كده هرجع لكم تاني ان شاء الله. خليكم معايا. دلوقتي احنا خلصنا يا حبايبي معاكم اهوت. تبلنا الفراخ
حطيناها في الدقيق وبدرناها كويس بالدقيق. دلوقتي هنسيبها نحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة او 10 دقايق. ربع ساعة بيبقى افضل. حطيها لمدة ربع ساعة عشان خاطر الطبقة دي تمسك فيها كويس، عشان لما تيجي تقليها ما تطلعش منها، وفي نفس الوقت تديكي قرمشة حلوة وتديكي طعم حلو. زي ما انتوا شايفين احنا عملنا الفراخ اهوت بتاعتنا. احنا قلنا احنا حطينا في التتبيلة، حطينا دقيق، حطينا شوية بهارات، حطينا شوية كركم، معلقة نشا كبيرة، وقلبناهم في بعض كويس قوي. وبعد كده حطينا فيهم الفراخ، وبعد نحطها الاول في الفراخ، وبعد كده نرجع نحطها في المية، ونطلعها من المية نحطها تاني في الدقيق، عشان خاطر تعمل طبقات حلوة، تحس ان فعلا هي مقرمشة حلوة كأنك بتاكلي كنتاكي من بره. تعالوا بقى ان شاء الله هنحطها دلوقتي في التلاجة، وبعد ما تطلع من التلاجة بعد الربع ساعة هنحمرها في الزيت. تمام. لازم يكون يا جماعة الزيت كتير في الطاسة او في الحلة اللي هتعملي فيها هتحمري فيها، عشان خاطر يديكي القرمشة اللي انت عايزاها، عشان تبقى متغلفة من بره ومن جوه، تكون مستوية كويس قوي. وانا زي ما انا قلت لكم، زي ما احنا شفنا، انا سويتها نص سوا على البخار. حطيت لها البصل، حطيت لها معاها توم، حطيت لها البهارات بتاعتها، وسبتها، هديت النار عليها خالص، وطيت النار عليها خالص، وسبتها مع نفسها لمدة ربع ساعة لحد ما هي استوت نص سوا، وهتكمل في الزيت ان شاء الله سواها. تعالوا يلا نحطها في التلاجة، ولما تطلع ونيجي نحطها في الزيت هيبقى مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة. يلا بينا. يلا يا حبايبي بينا. احنا خلاص خلصنا اهو. طلعنا الفراخ من التلاجة بعد ما قعدت ربع ساعة في التلاجة، على ما الطبقة دي اتمسكت عليها، عشان خاطر تدينا طعم شكل القرمشة الحلو وطعم حلو. يلا بينا نحطها. يلا احنا دلوقتي الزيت سخن اهوت. يلا نحط بقى فيه الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا بنحمر الفراخ اهوت يا جماعة، زي ما انتم شايفين حطيناها في زيت سخن جدا. لازم الزيت يكون سخن جامد يا جماعة، عشان خاطر يديك نتيجة حلوة للفراخ ويسوي الفراخ. طبعا الزيت سخن خالص، حطينا فيه الفراخ. هنهدي عليها بقى شوية، هنوطي شوية النار عشان تستوي براحتها، عشان خاطر ايه ما نستعجلش عليها وما تبقاش طرية. يلا بينا. هنوطي دلوقتي النار شوية، ويلا بقى. انا معاكم لحد ما نخلص الفراخ ان شاء الله. هنحمر بقية الفراخ وايه هنيجي دلوقتي معاكم ونقدم الاكل ان شاء الله. خليكم معايا. واهم حاجه يا جماعه، اهم حاجه حبيبتي انت وهي، ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان ينزلك كل فيديوهاتي الجديده. ويا ريت شجعوني يا جماعه، وعشان خاطر القناه تتفعل باذن الله، ويوصلكم مني كل جديد ان شاء الله. ربنا يصلح حالكم وحالنا يا رب. ويا ريت محدش ينساني بالدعاء بالله عليكم. واهم حاجه وانت بتطبخي او بتعملي اي حاجه في البيت، ما تنسيش ذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوا على النبي حبايب قلبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا خليكم معايا بقى لحد ما نخلص خالص وهنقدم الأكل. وده النهاردة يا حبايبي، النهاردة كانت وصفتنا النهاردة دجاج كنتاكي ماشي مع المكرونة، مع أحلى مكرونة. بصوا بصوا، شوفوا القرمشة، شوفوا القرمشة بتاعته حلوة ازاي، جميل ازاي. وزي ما احنا شايفين النهاردة كانت وصفتنا يا جماعة دجاج كنتاكي زي ما احنا قلنا، مع احلى مكرونة وكاتشب والمايونيز. وبألف هنا وعافية على قلبكم يا رب وقلبنا. ما تنزل ما تنسونيش يا جماعة، معلش عفوا، ما تنسونيش طبعا اول حاجة بالدعاء، وان انتوا تشجعوني دايما. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصلكوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. ويا رب يا رب قناتي تتفعل بإذن الله. وطبعا مش هتتفعل الا بحبكم ليا وباشتراك